شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، بعد الكلام مع اخونا ابو راشد كفى ووفى بهذا الكلام، ولكن اضيف عليه لو سمحتي. اضيف يا معالي الرئيس. معالي الرئيس، اليوم اللي احنا نشوفه ان المواطن ماكول حقه، ماكول حقه من كل نواحي. يعني هذا المتنفس الوحيد للشعب البحريني، حتى هذا المتنفس الوحيد يعاقبونه على ذي الامر. لما وين وصلنا احنا؟ في وين؟ بلد فيه قانون ان المواطن يحصل خطاب من تحت الباب، حتى ما في احترام له انه يوصلون له ليده. فاي قانون هذا اللي يوصل من 40 دينار الى 400 دينار؟ شنو راتب المواطن البحريني اللي يرفعون له؟ اخواننا كمان موجودين، انا اشكرهم موجودين، يبون شيء انه يفرحهم اليوم. يا معالي الرئيس، معالي الرئيس، الوضع اللي قاعد تسويه شركه دامه مرفوض نهائيا. هذا مجلس الشعب، هذا مجلس الشعب هو يطالب حق المواطنين، لان المواطنين هم وصلوا لهذا المجلس على اساس انه يبون حل، مو بحل 400 دينار ويهددونهم للمحاكم وبالطرد ويقفلون عنهم بيبان ويحطون لهم بالكارت الدش بالكارت. وين وصلنا؟ ان في البحرين ولا في مكان ثاني؟ يا معالي الرئيس، ان نعيب على الدول الاخرى واليوم الشيء في هني، هذا مرفوض يا معالي الرئيس. معالي الرئيس، تعميم في 3/11/2010 وصل لاخواننا المستاجرين، وتعمم في 10/1/2013 باعطائهم الخطاب برفع الايجارات، وما في عقود يربطهم بينهم وبين المستاجرين. ادامه يعني للاسف اتخذت اجراء ضد المواطنين يعني بطريقه غير صحيحه. اول شيء لا في تعديلات في الشاليحات، لا في شيء تقديم قدمه للمواطن، قطعوا عنهم الكهرباء، عزكم الله وعز السامع، الوساخه موجوده ما زالت. وين يا معالي الرئيس؟ انا نبي شيء يعني جواب صحيح على اساس انه يفرح اخواننا الموجودين. ما نبي شيء بس ان نقعد نصارخ الى اخر ونطلع من الجلسه والفقراء موجودين ما لهم اي رد. يا معالي الرئيس، نبي وقفه صارمه اليوم ان نحقق طلبات المواطنين. خميس حمد الرميحي. شكرا معالي الرئيس. شكرا.